يا مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض الوصفة الأقرب إلى قلب الكبار والأطفال. النهارده هنعمل الدونات في البيت، وحرفيا أطفالك هيتبهروا من الطعم والجمال، وهيقرروا ان انتي اللي خلاص هتستلمي عمايل الدونات، ومش هيفكروا تاني أبدا يشتروه من بره. هنحتاج كوباية من اللبن الدافي بدرجة حرارة المطبخ، يعني هنخرج اللبن قبلها بفترة لأن طبعا الجو بقى حار دلوقتي. عليهم ظرف من الخميرة الفورية، معلقتين كبار من السكر. هنقلب الخليط ده لغاية لما نتأكد ان السكر خلاص داب معانا. بعد كده هنركن الخميرة على جنب لغاية لما تتفاعل معانا. بعد كده هنضيف عليهم بيضتين، وطبعا هيكونوا بدرجة حرارة الغرفة، ظرف من الفانيليا، رشة من الملح. وهنقلب الخليط ده لغاية لما نتأكد ان خلاص البيض اختفى معانا. هنضيف عليهم 5 أكواب من الدقيق، وطبعا طالما ضفنا 5 أكواب من الدقيق كوباية اللبن هتكون قليلة جدا، فهنفضل نضيف اللبن بالتدريج لغاية لما نحصل على قوام عجينة متماسك معانا. في الخطوة دي تقدري ان انت تقللي مقدار الدقيق لحسب افراد اسرتك، يعني ممكن تعملي 2.5 كوباية او 3 أكواب من الدقيق على حسب الرغبة. اهم حاجة الدونات يفضل ان هو يتاكل طازة. بعدين هنضيف عليهم تلت كوب من الزبدة برضو بدرجة حرارة الغرفة. ما حبيتش ان انا افصل المقطع اللي احنا ضفنا فيه الزبدة، لان اول ما بتضيفي الزبدة ممكن ان انت تقولي لا العجينة كده باظت معايا او هتحتاج دقيق او يعني هتيأسي منها. فلا، انت هتفضلي بس تعجني كويس جدا جدا ومدة طويلة، وحرفيا العجينة هتلم معاكي وهتكون عجينة ملساء. يعني اول ما بتضيفي الزبدة هي بتتقطع معاكي، بس ما تقلقيش وما تخافيش خالص. بعد ما نعجنها كويس جدا جدا، عجينة الدونات بتكون عجينة طرية، يعني ما بتلزقش ولكن بتكون طرية شوية. بعد ما عجناها كويس هنحطها في الطبق ونحط عليها شوية من الزيت، وهنغطيها ونسيبها مدة من يعني مدة ساعة. طبعا الجو حر، مش لازم في مكان مظلم او نشغل الفرن قبلها علشان ندفيه، لا هنغطيها وخلاص على كده. بعد ساعة بنخرج العجينة ونفردها على رشة من الدقيق، ما نكترش دقيق. هنفردها، المهم لما بنيجي نفردها بهدوء، لان ده مش رقاق او فطير عايزين يكون العجينة بتاعته مفرودة جدا. لا، عايزين ليه سمك، يعني سمك 1 سنتي او لغاية 2. يعني انا خليت العجينة دي 1.5 سنتي. وزي ما انتوا شايفين انا بحاول ان انا اخلي كل الاطراف متساوية معايا. اهم حاجة نخلي في العجينة سمك علشان تقب معايا ساعة الخمرة التانية. عندك بقى كوباية، عندك طبق يعني مدور، عندك قطعة الدونات، كل ده مش هيقول لأ طبعا. وكمان هيعمل على حجم الدونات اللي انتي حباه، يعني حبة حجم الدونات كبير، حبة حجم الدونات صغير، على حسب الرغبة. عندك بقى شوية ورق زبدة نقطعه ونحط عليه الدونات علشان الخمرة التانية مش هتعرفي ان انتي تشيلي الدونات لو انتي فرداها على الصينية من غير ورق الزبدة. تاني حاجة الفتحة اللي في النص دي ممكن تعمليها بقمع الكيس الحلواني او بغطا من غطا لبن او غطا اي ازازة عندك. انا افضل ان هو يكون غطا ازازة، لان هيكون الفتحة معانا اوسع شوية وقت الخمر التاني. لان انا لما عملته بقمع الكيس الحلواني وقت ما خمر مرة تانية ضيقت الدايرة اللي في النص. هنسيبه نص ساعة، في نص ساعة ده هنسيح معانا نوعين من الشوكولاتة البيضة والشوكولاتة الخام. اهم حاجة احنا بنسيحها على حمام بخار. تاني حاجة ودي الخطوة المهمة ان احنا بنضيف عليها معلقة صغيرة من الزيت النباتي، واهم حاجة الزيت يكون نضيف علشان طعم الزيت ما يبانش وانتي بتاكلي الدونات او لما يتركن عندك يوم او 2، وطعم الزيت ما يكونش حاجة مزعجة ليكي ولأطفالك. تاني حاجة ودي حاجة برضو مهمة، الزيت اللي انتي بتعملي فيه الدونات اهم حاجة يكون زيت غزير جدا، يعني زيت غزير. واهم حاجة النار تكون متوسطة الحرارة، يعني بحط عود من اعواد الشيش طاووق، واتأكد ان بدأت تعمل فقاعات، واضيف الدونات على الزيت.
اول ما بياخد الوش من تحت بخرج بالراحة الورقة، وبعدين اقلبه بالراحة على الوش التاني، ونخرجه وقت ما اللون يكون ذهبي معانا. اهم حاجة الزيت معاكي يكون متوسط الحرارة، وبعد شوية بتخلي الزيت يتحرك شوية بعيد عن النار او طفي النار مقدار لما تحسي ان خلاص هدي معاكي. مش كل شوية طبعا تضيفي زيت عشان تعدلي مستوى الحرارة. الزيت معاكي لو سخن جدا هيستوي من بره ومن جوه هيكون ني، ولو بارد هيشرب معاكي زيت. طبعا بنخرجه على شبكة مش مناديل مطبخ علشان تنقط اي زيت زيادة في الدونات. التشكيل طبعا على حسب الرغبة. انا زي ما انتوا شايفين بعد ما عملنا كل الكمية دي حرفيا كانوا بيسحبوا واحدة في واحدة لغاية لما يمكن خلصوا 5 أو 6 دوناتات لما خرجتهم من الزيت. كانوا بحطها في الشوكولاتة وياكلوها على طول. شايفين الشكل رهيب جدا جدا، وانا يعني كنت طول الوقت عمالة اصور ومعجبة بالشكل اللي انا عاملاه ده. تقدري انت طبعا لو ما عندكيش الشوكولاتة او مش حابة ان انت تزينيه بشوية سكر، بس السكر طبعا عشان يلزق في الدونت. اول ما بتخرجيه من الزيت تسيبيه لحظات بس على الشبكة ان هو يصفي، وبعد كده تحطيه شوية سكر وكمان شوية قرفة علشان السكر يمسك فيه. لو انتي ما عندكيش الشوكولاتة او انتي حابة ان انتي تزوقيه. التزويق طبعا ده على حسب الرغبة، ممكن شوكولاتة بيضة بس او سمرة بس على حسب رغبتك. حرفيا بألف هنا وشفا، وهتعملوه هتدعولي. شكرا.